السلام عليكم يا جماعة. النهاردة بقت معاكم فيديو جديد من قبل الطيب. طبعا أنا كنت رايح الشغل بدري وطالع منا متأخر وكده. وطبعا الوقت كان متأخر جدا. كانت حوالي الساعة 11 ولا 12 كده، جاي متأخر من الشغل. وغير كده قمت محود على بتاع المطعم وقلت له جهز لي عشوائي كده ايه، عشان الحبايب اللي في البيت برضو يتعشوا معايا وكده. قال عيونه حاضر. بسم الله ما شاء الله، الأكل يعني تسلم ايد اللي عاملة، الله الوكيل يستاهل الخير كله. دي شوية كفتة بقت مع شوية حواوشي مع شوية كريبات مع شوية طحينة كده مع مخلل مع كاتشب. أهم حاجة الكاتشب والطحينة يا جماعة مع الأكل. دول بقت إيه، كيسين مخلل كده وشوية كفتة هم زي ما حضراتكم شايفين كده يعني. كيس الطحينة دوت يعني أهم حاجة في الأكل كله. لو ما فيش طحينة يبقى الأكل يا جماعة مش له معنى. دي شوية بقى، دي كريبات بقت عيد زي ما حضراتكم شايفين، كريبات ستروبس. هنبدأ بقى بكيس الطحينة دي الأول. واهم حاجه اللي جاب الكل دي يا جماعه المايونيز والطحينه اهم حاجه في الاكل. ويا سلام بقى جزازة السجق كده تكون فرح منك اللي هي البيبس. دي كيس الطحينه بقى وانا بفتح اهوت وبفضي. كل حاجه بنظام يا جماعه. نسمي بالرحمن كده الاول ونبدا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. يا ريت محدش ينسانا في الاشتراك. خساره شويه الطحينه اللي يترموا في الكيس، الله الوكيل طعمهم حكايه يا جماعه. يا ريت تشرفونا في الصفحه بقى. نبدا بقى نسمي كده وايه، مع بعض نخش بقى نفتح الاكل دوت كده واحده واحده كده بقى مع الكفته مع التشكيله ديت يعني. شويه اكل يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه تشرف اي حد. يعني مثلا يعني لو حد عايز يتعشى او يتغدى في ثانيه بيتصل على صاحب المطعم يقول له جهز لي مثلا على قد نفرين تلاتة عشاء او غدا. دي بقت شويه ايه حاجات كده تشكيله قدامكم اهما. بس محدش ينفع يا جماعه ياكل وينام طبعا، لا. ان انت تاكل وتنام ده اكبر مشكله جامده. دي بعد ما خلصت بقت سندوتشات الكفته تفتحها، هو دخل بقت على ايه، على الحاجات الحلوه. الكبده طبعا اللي اهم حاجه من دي كل هيدا. حاجه بسم الله ما شاء الله اهي. انا بفتح واحده 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 بس يا جماعه عشان ايه، الصينيه كمان هضايقه وكده. انا كنت عايز افرش على الارض وخلاص، بس ما ينفعش طبعا. دي بقت كبده برضو بفتح في الكبده اهو زي ما حضراتكم شايفين. ودخل بقت على علب المايونيز وعلب الكاتشب وعلب الطحينه والمخلل والحواوشي. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معايا يا جماعة. هو الأكل بالليل بس يا جماعة من المشويات والحاجات ديت، لكن بالنهار بيبقى فيه بسكوت وشاي بس مفيش غير كده. دي بقت شوية حواوشي اهم داخلين بقى دخلة جامدة بقى اهو. طبعا الحبايب اللي معايا في الدار دول لازم أكيد يتعشوا معايا طبعا. اهو. بس عشان الكاميرا مدغوشة شوية كده يا جماعة التصوير مش حلو يعني. دي شوية بقى حواوشي مع شوية تشكيلات كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. الحبايب اللي بتشوفنا كده على اليوتيوب محدش ينسى لايك جميل منكم كده والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يا ريت نتابع مع بعض كده الفيديوهات بتاعتي، وان شاء الله اللي جاي هيكون احلى من اللي عدى بكتير. يا ريت الحبايب تشرفنا كده، وان شاء الله القناة توصل بيكم، تكبر بيكم جميعا. دي شوية محل بقت اهم زي ما حضراتكم شايفين كده. الواحد بيفيك واحدة واحدة كده. انا مش مستعجل في حاجة والله يا جماعة. انا خشيت من الشغل زي ما حضراتكم شايفين كده، قعدت على طول وجهزت الاكل. ده اهم حاجة. هو مش ينفع اكون واقف على حالي طول اليوم وما اتغداش ولا اتعشى. وبعدين يعني حاجة بسم الله ما شاء الله تسلم ايدي اللي عامل الكريبات دي.